إلا أن لي كلمة، وإن المملكة العربية السعودية جسم واحد، والقصيم قلب الجسم. القصيم لها تاريخها مديد. أولا من جلب التجارة للمملكة السعودية في رجالات القصيم، أولا من تعلم العلم وقام بواجبه في القضاء هم رجال القصيم، أولا من دخل القوات المسلحة وكابد وجاهد هم رجال القصيم، أولا من خدم الدولة هم رجال القصيم. وهذا لا ينقص أبدا من حق أي مكان في المملكة العربية السعودية بادية أو حاضرة، ولكن القصيم لها مكان خاص في قلب كل إنسان. الملك عبد العزيز رحمه الله كان لا يفارق القصيم سنويا، وكان يأتي ويقيم فيها شهرا كاملا، ولذلك ليس هذا إلا محبة والتقدير لهذا البلد وأهله، وهم أهل عز وأهل دين وأهل حمية ورجولة. ولذلك أوصيهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، كما أزف إليهم الآن كلمة سيدي قادم الحرمين الشريفين قبل ساعة، قال لي سلم لي عليهم جميعا، وإن شاء الله سأزورهم في يوم من الأيام لأنهم مكانة خاصة عندي. وهذا كلامه حفظه الله، وكلامه دائما رسالة وعمل وإيجابية. والله تعالى يحفظكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.